السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله مشروبات رمضانية، وفي نفس الوقت المشروبات دي يعني بتنفع في الايام العادية اللي هي ايام الحر كده والصيف، لانها منعشة وجميلة جدا يعني، والطعم جميل جدا وحكاية ولذيذ وبطريقة حلوة قوي قوي ومش صعبة. ويلا بينا نخش ونسمي الله ونشوف المكونات والطريقة. وهما ايه؟ مشروبين اتنين، الخروب والتمر. اول حاجه انا جبت ايه؟ لفه تمر هدي. اللفه دي زي ما انتم شايفينها كده ايه، يعتبر كبيره. اللي عايز يقسمها على 4 يقسمها، واللي عايز يقسمها على 3 يقسمها. انا قسمتها بصراحه على 3. ليه بقى؟ لان انا بعمل منها كميه وبشيله ايه في الفريزر. التلت بقى اللي انا قطعته دوت ايه يعني، بصي بتقطعيه حتت حتت. هو جامد طبعا وماسك مع بعضه كده، ماسك يعني ماسكه جامده يعني. سيبيه كده برضو ايه بره يفك منك شويه، وقطعيه قطع كده صغيره. بعد كده بقى جيبي كوبايه سكر كبيره وحطيها عليه، وكمان وراها كوبايه ميه. هنعمل بقى فيهم ايه؟ هندعكها بقى بايدينا كده، السكر مع الميه مع التمر، عشان ايه؟ ينزل كده ايه الطعم كده الجميل من التمر، او ينزل الماده الحلوه قوي قوي ديت اللي ايه، اللي بتبقى يعني حلوه قوي قوي في الشرب، في المشروب يعني. هندعكم بقى كده كلهم لحد ما تلاقي ايه يعني نزلت خلاص كده معاكي الماده اللزجه دي الحلوه. وروحي ايه، هاتي بقى ميه من التلاجة، قصدي من الحنفيه عادي، هتحطيها عليه. املي بقى الطبق. هنقلبه بس كده اهو بالمعلقه، لان احنا ايه السكر طبعا لسه تحت. تقلبيه بس بالمعلقه يدوب السكر. وبعد كده ايه، هتسيبيه بقى حوالي 3-4 ساعات، لحد ما ايه التمر كده تلاقيه يعني طري خالص بقى، زي ايه، زي العجوه كده الناعمه. خلاص. ولو انت عايزه تسيبيه برضو اكتر من كده عادي جدا. خلاص سيبناه بقى ايه عشان ال4 ساعات ياخد راحته. قلنا بقى نعمل مع بعض ايه؟ الخروب. جبت حله حطيت فيها كوبايه سكر برضو كبيره، وسبتها بقى ايه تتكرمل، لان الخروب بدل ما بتعملوه السكر المكرمل ده بيبقى جميل جدا. كنت انا بقى غاسله برضو كوبايه كبيره كده من الخروب، او انت براحتك برضو كوبايتين، اغسليهم برضو عشان الاتربه اللي بتبقى فيه كده من الشارع وكله. وبعد كده ايه، انزلي على السكر بعد ما تكرمل، ما تحطلوش ميه يعني. السكر ده ما تحطلوش ميه، سكر بس. بعد ما تكرمل بقى معاك السكر اهو، نزلت بالخروب وقلبيه مع بعضه كده لحد ما ايه يتغلف بالسكر المكرمل. تقليبتين برضو كده، وما تقلقيش من ان هو مسك في بعضه، او يعني ايه السكر تلاقيه لازج معاكي او مسك في الخروب، عادي جدا. لما هتيجي بقى تحطي له الميه كل ده هيفك معاكي. خلاص كده تقليبتين 3 كده مع بعض. كنا احنا بقى ايه سخنا ميه، شفتوا بقى السكر مسك في المعلقه عادي جدا، ما تقلقيش منه. كنت انا بقى غاليه ميه مسخناها، نزلت بقى بيها عليها. املي بقى بيها ايه الحله، زي ما قلت لكم برضو كده. السكر والخروب هيمسكوا في بعض، ما تقلقيش منه. كل ده هيفك بعد ما تقلبيه تقلبتين 3 كده والغليان بتاعه. خلاص املي بقى الحله عشان ايه ياخد راحته في الغليه. ليه؟ لان بقى لما انت تملي الحله بدل ما ايه تزوديه كل شويه ميه، لا هو بقى ياخد راحته كده في الغليه لحد ما يديك ايه بقى ايه ال- الخروب الخروب هتلاقيه ايه ناعم معاكي كده خالص ودبل. بعد كده بقى جبنا وصفه وصفيناه كله كده زي ما انت شايفه. اصبح بقى اللي هو التفل بتاع الخروب دوت خلاص ما فيهوش يعني ايه، هو الخروب ده مجروش. التفل بتاعه بقى ده خلاص ما عادش فيه ايه اي نوع من السكريات يعني. خلاص بقى حاجه كده ايه زي التفل. صفيه بقى كله كده خالص بالمصفى لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك. بعد كده بقى ايه، حطيت بقى انا في الازازه اللي احنا هنستعمل منها، والباقي رحت جبت بقى اكياس حطيت فيه الكميه اللي احنا ايه ممكن نستعملها بعد كده، عشان لما تيجي بقى تطلعيه من الفريزر ما تطلعيش الكيس وايه تخليه يفك وبعدين ترديه تاني في الفريزر. لا، حطي بقى الكميه اللي انت ممكن تستعمليها كل يوم في كيس، وايه يعني والباقي ايه تشيليه بقى ايه او تشربيه عادي يعني. يعني شوفي الكميه اللي انت هتشيليها اللي تحتاجيها في الايام التانية العاديه الحر، وايه والباقي بقى ايه استعمليه. خلاص كده بصوا بقى، بعد ما عملنا خلاص ايه الخروب وشلناه، جينا بقى للتمر. بعد بص منيع بقى ايه حطيته انا بصراحه حوالي 4-5 ساعات كده. خلاص شفتوه بقى ادى اللون الجميل ازاي يعني، نزل ايه التمر كل الحلاوه اللي فيه نزلت في الميه. برضو هنصفيه وايه وهنشيل برضو منه ايه التفل.
ده بقى ايه هتصفيه ازاي؟ يعني انت لو لقيتيه لسه كده في المصفى معاكي تقيل، حطي عليه برضو شويه ميه ساقعه مش مشكله، ميه يعني من الحنفيه، وبرضو ايه تنك وراه لحد ما تصفيه خالص، ويبقى تفل برضو معاكي كده في المصفى. خلاص اهو بصي بقى تفل خالص كده ازاي، ما فيش بقى فيه اي حاجه. حطيناه بقى ايه كله كده بعد ما عملناه، يعني بعد ما صفينا خلاص الكميه بتاعتنا كلها. شفتوا بقى بصوا بيسيب ايه رواسب تحت في الطبق ازاي، يعني دي ما تحاوليش انك ايه تاخديها في التصفيه. لا خلاص كده اهو بقى نازل قدامك كله، بص ما فيهوش اي شوائب خلاص، لان نزل كل الماده المسكره اللي فيه، والطعم بتاع ايه بتاع التمر كده الجميل. برضو جبنا حله حطينا فيها كوبايه سكر كبيره، يبقى احنا كده حطينا في الخروب كوبايتين سكر وفي التمر كوبايتين سكر، واللي عايز بقى يزود براحته، بس هو كان كده مظبوط على الاخر. برضو كرملناهم، ولما بقى كرملت رحنا احنا بقى نزلنا بايه بقى بالتمر من بعد ما احنا صفيناه، اصبح التمر ده مش هيتصفى تاني. نزلنا بقى بيه على السكر المكرمل زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص بقى ايه هنسيبه برضو يغلي. برضو قلت لك ما تقلقيش بالايه بالسكر اللي ايه اللي مسك في المعلقه ده، كل ده هيطلع مع الغليان. اه خلاص شفتوا المعلقه طلعت نضيفه ازاي. هتسيبيه بقى برضو كده شويه مع بعضه، يعني مش هياخد معاك اكتر من ربع ساعه بس غليان. ليه بقى؟ لان هو ده اصلا كان منقوع. ربع ساعة بس معاكي كده غليان، وبرضه حطي له المية ايه الكفاية اللي قد كفايتك، وبرضه دوقيه شوف السكر برضه اللي انت ايه يعني مستريحة له. برضه حطينا هي برضه ايه شوية في الازازة، وكيست الباقي في الفريزر برضه بكيسين كده عند الاستعمال، برضه تطلعي الكيس اللي انت محتاجاه. ولو انت بقى عايزة تحطي نقطة فانيليا في التمر، جميل جدا بيدي ريحة حلوة قوي قوي. ولو عايزة تحطي له كركديه عادي جدا برضو بيبقى طعمه حلو، بس انا ايه لا عملته كده ايه على طبيعته، لا حطيت له بقى لون ولا حطيت له مواد اضافيه ولا ريحه الخروب ولا ريحه التمر ولا كلام من ده. حاجه جميله جدا وطبيعيه وفريش، ويعني عايزه اقول لك حكايه والطريقه بتاعته جميله جدا، وهتشربي بقى خروب وتمر، يعني حاجه منعشه. جربوها بقى الطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. اللي اول مره يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايبي. وزي ما انا قلت لكم ينفع في ايام رمضان وفي الايام العاديه، لان الصيف بيحتاج مشروبات كتيره جدا، فدي مشروبات منعشه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.